السلام عليكم اعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم في قناه مطبخ نوار. ترجى من الله تكونوا بخير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بسبوسه بالكاكاو اللي كتجي صراحه زوينه ورائعه. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ان شاء الله. المكونات: عندي كاس ديال سنيده، جوج خمارات حمرين، خماره بيضاء فاني، 3 البيضات، كاس مع مرش ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الكاكاو. صراحه الكاكاو كيجي مع هاد البسبوسه زوين. عندي كاس ديال دانون فاني، عندي معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان نسكافيه، عندي معلقه صغيره ما عامراش ولا غير راس معلقه تقريبا ديال روح القهوه، عندي 2 كيسان وتقريبا ونص ديال السميده من نوعيه جيده، سميده رقيقه. بالنسبه للعبار، اي كاس عبرتو به كتعبروا به جميع المكونات، ماشي بالضروره ديال العنبه. ندوزو دابا للطريقه. عندنا كناخذوا المونينكس، كنجيبوا المونينكس كنديروا فيها 3 البيضات. منين درنا البيض غنزيدوا عليه الفاني وغنزيدوا السنيده حتى هي، ومن بعد غنخلطوهم. كندير السنيده كامله لان درت كاس ديال سنيده لان على حسب الكاكاو، وهذا الكاكاو شويه مر، داكشي درت السنيده باش كاس عامر باش ما تجيناش مره بزاف. نضيفوا الحليب، نخلطوا هاد المكونات كاملين نديرهم كاملين في موينكس ماشي مشكل. نضيفوا الكاكاو، نديروا كاس ديال دانون، نديروا نسكافيه معلقه، ونديروا كاس ديال دانون، نخلطوا هاد المكونات. نضيفوا روح ديال القهوه ونخلطوا المكونات ونرجعوا ان شاء الله. من بعد ما خلطت الخليط كامل في مولينكس كما كتلاحظوا، دابا جاتني العجينه شويه خفيفه. غنزيد واحد نص كاس تقريبا ديال السميده كما كتلاحظوا. غنضيف الخمارات، كنضيف الخمارات ونضيف داك نص كاس ديال السميده اللي قلت لكم غنزيد معاه. كنخلط. صراحه هاد الكيكه كتجي زوينه، وداك المذاق ديال نسكافيه والكاكاو. وان شاء الله نسيت ما قلتلكمش التزيين، ان شاء الله راه غنزينها بهذا بجبلي وبشكلاط. صراحه كيجي زوين داك جبلي ولا اي نوع من الجبن اللي كيكون شويه مالح، كيجي زوين كيتواتى مع هاد البسبوسه. كنخلطو نستمر في التحراك كما كتلاحظوا. هي كما كتشوفوا دابا ولات تقادنا الخليط كما كتلاحظوا. غنجيبوا دابا واحد المول. كتلاحظوا الخليط جا هو هذاك زوين. عفوا قبيله قلت لكم بان هذا الخليط كيتواتى مع الجبن جبلي، بالعكس جبلي كيتواتى مع الشكلاط الاسود. صراحه كيجي زوين، ديك الملوحه مع الحلاوه كتجي يا سلام. دابا غناخذ الخليط وغنلوحو نديرو في المول كما كتلاحظوا.
كيجي زوين. كملوا كما العاده كنفتحوا الفران من التحت، نشعلوه حتى كطلع لنا الكيكه، ومن بعد كنجيبوها ان شاء الله باش نزينوها. خلوها دابا حتى طيب ونرجع معكم ان شاء الله. الكيكه من بعد ما طابت كما كتلاحظوا، دابا غنجيب واحد الكاس ديال الحليب، غنبدا نسقيها مع حدا هي سخونه كما كتلاحظوا، كاس الحليب، ونبدا نخوي نسقيها هكذايا حتى تشرب ليا مزيان الكيكه. هاد البسبوسه كما قلت لكم كتجي زوينه وهشيشه. تستمر هكذايا حتى نكمل الحليب كامل. سقيها كما قلت لكم وهي سخونه باش تشرب. نستمر هكا كما قلت لكم. غنزينها ان شاء الله بالشوكولات اللي ذوبته قطعته بحال شكل جذع الشجره خشب، كيجي زوين. وغنزينها حتى بجبلي كما كتلاحظوا. دابا غنخليها حتى دير لي هاد الكيكه تشرب، ومن بعد نرجع عندكم باش نديرو التزيين ديالها. الكيكه من بعد ما سقيتها كما كتلاحظوا هي شربات ليا مزيان. دابا كما قلت لكم غنجيب واحد العلبه ديال الجبن ديال جبلي، راني خفقته شويه بالفرشيط خدمته، وغناخذ هاد الشكلاط اللي قلت لكم ذوبته وبحال هكذا عملت له بالموس نجرته. كناخذ الجبلي كنحطو على الكيكه. صراحه كيجي المذاق ديال الجبلي مع الكاكاو اللي في هاد البسبوسه كيجي زوين. المذاق ديال الشوكولاط حلو والملوحه ديال الجبلي كتجي زوينه. كنحاول نقاد كما كتلاحظوا. من بعد ما قاديت الجبلي على البسبوسه ديالنا كنجيب الشوكولاط كنديرو هكا في الجوانب كما كتلاحظوا. كنستمر هكذا. صراحه كيتواتى الشوكولاط مع الجبنه ديال الجبلي كتجي زوينه، حتى في المذاق كتجي صراحه رائعه. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في الكومونتير. كما كتلاحظوا الكيكه من بعد ما زينتها بالشوكولاط درت في الوسط دوك الحبيبات ديال حب الملوك. دابا غندوزو ان شاء الله باش نشوفوا التقديم النهائي ديال هاد الكيكه. الصراحه كما قلت لكم كتجي زوينه. كما كتشاهدوا هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي درنا بالكاكاو. صراحه كتجي زوينه اللي زينا بالجبن، وصراحه ما كتستحق غير واحد الكاس ديال القهوه. كما كتلاحظوا حتى الكيكه راه جات عاليه وجات خفيفه مع داك الحليب اللي سقينا بها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما، وبالصحه والراحه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.